نصيحة مني، مش كل حاجة تتمناها أو تحلم بيها تبقى حاجة كويسة. لأن اللي حصل معايا إن الحلم اللي قعدت أحلم بيه طول عمري أنا وأهلي يوم ما اتحقق بقى كابوس. حلقة جديدة من محكواتي. هات كوباية الشاي، اطفي النور، والبس السماعة وتعالى أحكيها لك. أنا علاء، حاليا عندي 40 سنة، لكن حكايتي بدأت لما كنت لسه متخرج من كلية الطب. طبعا دي فرحة بالنسبة ليا ولعيلتي والجيران وجيران الجيران، لدرجة إن هم عملوا لنا فرح في الشارع. بس خلاص بقى نركن كل ده على جنب ونخش في الجد. خلاص بقى اتخرجت وفرحنا واتبسطنا، يلا نروح نشوف بقى شغلنا. جالي تعيين اللي هو بيبقى سنتين تدريب في مستشفى في الأرياف. قلت عادي سنتين هنقضيهم بقى بالطول والعرض، بقى مش هتفرق يعني، نشوف ايه اللي هيحصل. ويعني الواحد لازم يتعب دلوقتي، هيعمل ايه؟ ما فيش حل تانية برضه ايا كان. يعني هو طول ما انا ماشي في الطريق بصراحة اللي كان غالب على تفكيري المكان شكله هيبقى عامل ازاي، يعني نظيف، في بلطجية، في ما برضه الواحد ايه، الافلام بتبقى مأثرة عليه قوي. بس يعني انا لما رحت اتصدمت، يعني المكان نظيف جدا كأنها مستشفى اجنبي استثماري. معرفش، كان شكله غريب. قابلت الدكاترة وقابلت مدير المستشفى وعرفني على عم فتحي. عم فتحي باختصار هو الراجل المسؤول عن الدكاترة وطلبات الدكاترة ونظافة الأوض والكلام ده كله. راجل محترم جدا، راجل عسل بصراحة. خدني أشوف الأوضة بتاعتي، وراني الأوضة كبيرة جدا وفيها 3 سراير. استغربت بصراحة، ما كنتش عايز أسأله بقى، ما رضيتش أسأله يعني وفي حد هينام معايا ولا لأ ولا إيه يعني. حسيت إنها هتبقى رخامة أوي، يعني لسه جاي أول يوم، حد هينام معاك ومحدش هينام معاك، خليك في حالك يعني، نام وأنت ساكت. حطيت حاجتي في الدولاب وخلاص، يعني استقريت بمعنى أصح، وقلت بقى أخرج أقعد مع الدكاترة شوية وأتعرف عليهم أكتر وأتعرف على المستشفى وأشوف إيه الحالات اللي بتيجي أكتر حالة، مثلا في مرض معين الناس هنا بتشتكي منه والكلام ده كله. خرجت لقيت الدكاترة كلهم قاعدين مع بعض، محدش بيعمل أي حاجة. سألت دكتور كده كان من سني، قلت له هو في إيه؟ مفيش مرضى، مفيش أي حاجة، هو فين الناس يعني، فين الشغل من الآخر يعني. لقيته بيقول لي هتعرف بعدين، يعني هو الفترة دي بتبقى كده. قلت له فترة اشمعنى يعني؟ ما ردش عليا، قال لي ما قال لي هتعرف بعدين. فانا ما اعرفش برضه، ما رضيتش يعني من ناحيه باب ان انا لسه جاي. ما ينفعش ان أنا ابقى رخم، ما افضل اسال يا انتوا ما بتشتغلوش ليه يعني من الاخلاق، ما ينفعش. فاحترمت نفسي بصراحه وايه، قعدت معاهم قضيت اليوم كله. وجي اخر اليوم قلت بقى خلاص اخش انام، وبالمره اشوف مين هينام معايا في الاوضه، لان 3 سراير في اوضه واحده اكيد في ناس هتنام. رحت ابص ما فيش حد نايم، قلت يا فرج الله، الحمد لله. وكانت الفرحه مش ساعاني. دخلت نمت، بس يا فرحه ما تمت. طول الليل كوابيس. هو ما كانوش كوابيس، هو كان كابوس واحد بمعنى صح، يعني هو نفس الكابوس عمال يتعاد طول الليل. ان في واحد جه المستشفى محروق. فضلت واقف اتفرج عليه، ما قدرتش اعمل له اي حاجه لحد ما مات. صحيت على الفجر وقلت خلاص الحق اليوم من اوله، اتوضى واصلي واقعد ونشوف الدنيا كده بقى من الساعه 5 الفجر ولا حاجه. رحت اتوضى، رجعت الاوضه عشان اصلي. لقيت في واحد نايم على السرير اللي جنب السرير بتاعي. برضه زي ما قلت، مرضتش اتطفل واساله انت مين والكلام ده كله. فرشت المصليه وقلت الله اكبر وبدات اصلي. حسيت بسخونه غير طبيعيه اول ما بدات اصلي، والاوضه كانها مولعه جنبي، لدرجه ان حسيت انها هتلسع. خرجت من الصلاه من الخوف بصراحه، وحاجه غريبه، ببص ورايا لقيت الراجل ده واقف في ظهري بالظبط. انا طبعا يعني مش عارف، اتنفضت بصراحه، اتخضيت جامد. اه عملت يعني زودتها شويه بس اتخضيت يعني. المهم هو قعد يضحك عليا وقام نايم، ما اتكلمش معايا، ما قالش اي حاجه. وانا ده استغربته جدا، بس خدت نفسي وطلعت بره، قلت هصلي في الجامع اللي جنب المركز. وصلت الجامع اللي جنب المركز، لقيته فاضي خالص. ما فهمتش إيه اللي حاصل يعني، فين الناس، فين الامام، فين اي حاجه. ما مش لاقي حد خالص في الجامع. وانا راجع على المركز قابلت عم فتحي كان قاعد على الباب. قلت اقعد اتكلم معاه شويه، اتعرف عليه اكتر واتعرف على المكان واتعرف على الدكاتره اكتر، يعني يفهمني كده كل واحد شخصيته عامله ازاي. الكلام جاب بعضه وسرحنا شويه في الكلام. بصراحه افتكرت ان في حد نايم عندي في الاوضه، فقلت اقول له، قلت له يا عم فتحي في حد نايم عندي في الاوضه، مين ده؟ عشان انت يعني عايز تعرف عليه، يعني عشان برضه ده بينام جنبي في الاوضه والكلام ده كله. فلقيته بيقول لي ما ينفعش حد ينام عندك في الاوضه. قلت له ازاي في الوقت اللي انا وانت بنتكلم فيه ده حد نايم في الاوضه؟ قال لي دي اوضتك انت لوحدك. قلت له والله في حد نايم في الاوضه. تعالى اوريك. رحنا الاوضه،
فتحنا الباب، مفيش حد. قعدت اقول له طبعا واحلف، ويا عم فتحي صدقني يا عم فتحي مفيش. قعد يقول لي ماشي، ما خلاص ومش عارف ايه، وتلاقيه ومش تلاقيه، وتلاقيك بيتهيألك والكلام ده كله. ف يعني احنا الاتنين بصراحة خدنا بعض على قد عقلنا، انا مصدق نفسي وهو مصدق نفسه، وخلاص خلص على كده. عدى يومين تلاتة والدنيا مستقرة، مفيش اي حاجة اصلا بتحصل يعتبر، لان مفيش مرضى زي ما فهمتكم. والدنيا حلوة يعني، برضو الواحد بيتعرف على الدكاترة، سهرانين نقعد نلعب نهزر نضحك الكلام ده كله، وبتاخد منهم خبرات برضو على فكرة، يعني بيفهموك حاجة جديدة عنك وبيعرفوك حاجات كتير يعني. وفي يوم صحيت على صوت عالي جدا، صريخ وزعيق وحاجات غريبة بتحصل بره، كأن القيامة قامت. قمت جاري ابص في ايه يا جماعة، ايه اللي بيحصل؟ قالوا لي ده مصاب من حريقة هنا ومحتاجين حد يلحقه بسرعة. انا مفيش حاجة جت في بالي غير الحلم بصراحة. فضلت واقف باصص له، ما بعملش اي حاجة ولا قادر اتحرك من مكاني، وكان شكله شبه اللي كان في الحلم، المنظر، الاتموسفير، كل حاجة بتحصل. جه زميلي زقني وقام داخل، بص عليه، عامل لهم انقلوه على الطارق بسرعة، وهات لي وهات لي وهات لي وهات لي حاجات، وقام جاري وراه. بعدها مفيش 5 دقايق جه وقام قال ان هو مات. سمعت الخبر، دخلت على اوضتي، قعدت اعيط، بس معرفتش اعمل حاجة تاني غير ان انا اقعد اعيط. كنت زعلان جدا ومحبط جدا وحاسس ان انا فاشل، يعني ماليش لازمة، ما استحقش ان انا ابقى في الشغلانة دي. وفي وسط الحزن ده ببص حواليا، لقيت الشخص هو نايم على السرير اللي جنبي. انا بصراحه بقى يعني في الدقيقه اللي انا كنت فيها والعصبيه اللي انا كنت فيها، يعني ما كانش وقتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ وعم فتحي مأكد لي ان انت ما ينفعش تنام هنا في الاوضه. فمين؟ فقلت اروح بقى اساله هو مين. خبطت على كتفه، مين حضرتك؟ وانا بقى متوقع يعني يعتذر لي مثلا، يقول لي انا باجي هنا عشان اي حاجه ايا كان السبب يعني، ما ينفعش. فلقيته بيزعل، انت مين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره يا حيوان انت. قعد يشتم ويقول كلام غريب جدا. وفجأة لقيته عمال يقول يا فتحي يا فتحي يا فتحي يا فتحي بشكل متواصل وصوت عالي جدا. وانا واقف ساكت، ما اتصدمت. فجأة فتحي فتح الباب ويقول في ايه؟ في إيه يا دكتور؟ قلت له في ايه؟ انا ما اتكلمتش، اساله هو في ايه. فبيقول لي اسال مين يا دكتور؟ قلت له اساله هو الباشا اللي نايم على السرير. وعمال اشاور له عليه، ببص ما لقيتوش. فمن حضرتك لوحدك في الاوضه، انت اللي بتندهلي، انت جاي عمال تندهلي. قلت له انا ما ندهتش حد. فميله والله انت اللي ناديه لي. قلت له بص، لا تحلف لي ولا احلف لك، انا مش هنا في الاوضه دي تاني. لقيته بيقول لي يا دكتور انا ما عنديش اوضه تانية، انا مش هقدر اتصرف ومش هعرف اعمل لك حاجه، انا هنايمك فين يعني؟ قلت له لا ده مش موضوعي، بعد اذنك تشوف لي اوضه، يا اما يعني هروح لمدير المستشفى على طول. فميلي خلاص بكره انا هتصرف لك في اوضه، بس بعد اذنك نام النهارده بس هنا. قلت له يا سيدي جدع النهارده انا موافق، هنام النهارده هنا. لقيتها مقفله ومفيش حل، فشغلت القران ونمت. وبعدها بمفيش تقريبا نص ساعة صحيت على القرآن مطفي والأوضة حر جدا. بفتح عيني أبص يمين شمال عند الباب، لقيت في حد واقف، راجل طول الباب مرة مرة ونص، ولابس بالطو ضخم جدا. فبقول له حضرتك مين؟ فلقيته مبصص لي وقعد يصرخ بصوت غليظ جدا. أول مرة أسمع صوت زي ده في حياتي كلها، والأوضة من كلها مولعة، ما بقاش في مكان في الأوضة مش مولع غير السرير اللي أنا نايم عليه. قعدت أصرخ وأزعق وأنده يا عم فتحي، أقرأ قرآن بصوت عالي، مفيش أي حاجة بتحصل. بس الحمد لله فجأة عم فتحي فتح الباب عليا وشاف النار، جري، مسك جردل المية وقعد يرمي وقعد يطفي، قعد يتشقلب، ما فيش أي حاجة بتحصل، النار زي ما هي ما بتتأثرش، لحد ما فجأة النار طفت. هو الطبيعي بتاع الحرايق إن لما حريقة بتطفي بيبقى فيه زي أثر ليها، يعني فيه باب، القماش محروق، الخشب محروق برضه نفس الكلام، الأرضيات متبهدلة، الحيطة، الكلام ده كله. بس الغريب إن الأوضة كانت كأنها زي ما هي، ولا أي حاجة حصلت فيها، ولا حتى المايه اللي كان عم فتحي بيرميها عليها مقصرة.
فما فهمتش. قمت بصيت في عين عم فتحي، قلت له انا ماشي، ما عنديش حل تاني، انا هروح للمدير هتخانق معاه وانت مالكش دعوه. خارج من الاوضه وانا متعصب جدا، مش شايف قدامي، بجري على المكتب بتاع المدير. وصلت المكتب بتاع المدير وانا اصلا مكنتش ملاحظ اي حاجه. لسه هفتح الباب، ابص لقيت المكتب شكله غريب، الباب شكله غريب، الارضيات شكلها غريبه، كان المكان مش هو المكان محروق، الباب محروق، القبضه بتاعت الباب محروقه، الارضيات محروقه، ببص ورايا الارض غرقانه دم، الحيطان مبهدله. فتحت الباب بسرعه من الخوف، دخلت ما لقيتوش، ابص يمين شمال ما لقيتوش. دخلت الاوضه اللي بينام فيها، الحمد لله لقيته نايم بعري الغطا، لقيته ميت. مش مات من قريب، ميت من زمان، هيكل عظمي. شفت المنظر من هنا وجريت بصراحه، خرجت بره المستشفى خالص. ولقيت واحد اول ما خرجت من المستشفى جاي بيجري عليا بنفس السرعه اللي انا بجري بيها تقريبا، بس هو بلهفه مخضوض. في ايه؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ انت بتعمل ايه جوه هنا؟ قلت له انا شغال جوه، انا بشتغل جوه، انا دكتور وبشتغل جوه. فقال لي دكتور ايه وبتشتغل فين؟ انت مجنون؟ قال لي يا دكتور بعد اذنك بص وراك كده. بص ورايا لقيت المكان محروق مهجور، ما ينفعش يكون هو نفس المكان اللي انا شفته من يومين ثلاثه. طب والجامع جنبه نفس الكلام. ما فهمتش، دماغي وقفت. فسالته هو ايه ده؟ فمن يا باشا المكان ده اتحرق من حوالي 10 15 سنة، وكل اللي فيه ماتوا هو الجامع، وانا واهل المنطقة كلهم عارفين ان المكان ده مهجور ومحدش اصلا بيقرب من الشارع ده. ما فهمتش بصراحة، دماغي وقفت وقررت ان أنا اروح. قلت له بعد اذنك بس ممكن فلوس اروح؟ تاني فلوس. روحت بيتنا، نمت، صحيت تاني يوم حكيت لهم كل حاجة. امي قلقت عليا جدا، قعدت تقول لي طب تعال نروح لشيخ. قلت لها انا مش حاسس بحاجه، اللي يخليني اروح لحد؟ بعدين الشيوخ دول برضو يعني اتجاه غريب كده، بيقعدوا بقى دجالين وبتاع، وخلي ربنا معانا ما تلاقيش. قالت لي براحتك. بصراحه يا ريت سمعت كلامها، لان الشهرين اللي بعد كده ما عرفتش انام بسبب ان كابوس، وتقريبا هو نفس الكابوس الاولاني، بس المشكله ان المره دي كان عنا البيت كله ولع، وامي وابويا ولعوا، وانا ما عرفتش الحق حد. اللي كان مأثر فيا نفسيا بسبب الكابوس ده يعني ان دول اهلي، ما كنتش عارف اعمل ايه. رحت للدكتور نفساني كده صديق العيله، ما قال لي انت كويس جدا ما فيكش اي حاجه نفسيا، مفيش حاجه اقدر اعملها يعني. ف مش عارف اعمل ايه. روحت البيت، امي عرضت عليا ان انا اروح بقى للشيخ يعني اجرب. قلت لها انا يعني محتاج اي حد يساعدني، يلا بينا. رحنا للشيخ، قعد يسالني عملت ايه اللي حصل واحكي لي ومش عارف ايه. حكيت له الموضوع كله. طبعا بصراحة أنا ما كنتش مصدق، يعني معظمهم دجالين يعني. بحكي له خلاص. المهم الشيخ قال لي خلاص يعني نقعد نقرأ القرآن دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل. فقعد قرأ قرآن معايا وأنا بقرأ معايا والدنيا كويسة ومفيش أي حاجة بتحصل. قال لي طب سهلة، روح البيت واقرأ شوية القرآن دول وشغل القرآن ده واعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له خلاص تمام ماشي مفيش مشكلة. خدت الحاجة، قرأت قرآن، قريت يعني الورقة اللي كان مديهاني كلها، ومفيش اي حاجه بتحصل. كان المفروض هقابله بعد يومين. فاول يوم عدى تمام مفيش حاجه حصلت. تاني يوم نايم شغل القرآن طفى، الدنيا ولعت، الشقة كلها اتحرقت. صحيت طبعا مفزوع على ان الشقة كلها بتولع. جريت على امي عشان الحقهم بقى، ما هم دول بقى يعني هو ده الحلم وبيتحقق تاني. دخلت الأوضة، الحقوا يلا يلا يا جماعة، واشد نايمين مش عايزين يصحوا، شد 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 لحد ما شديت ابويا صحي. هو صحي بيقول لي في ايه يا ابني مالك؟ ايه إيه اللي حصل يعني؟ فقلت له الشقة كلها بتولع انت مش شايف؟ يلا بينا وصح امي ويلا. ابويا كلم الشيخ، عمال اصرخ وازعق يلا يا جماعة خلصوا يلا يا جماعة خلصوا، ومن الرعب والخوف اغمى على ايه. صحيت بعدها بيومين، سألت ابويا هو ايه اللي حصل؟ الشقة سليمة، مفيش اي حاجه بتحصل في الشقه خالص، يعني الشقه المفروض ولعت، مفيش اي اثر لحريقه تاني برضو. فعمل لي ايه ده؟
افهمك. بيقول لي انت دخلت علينا الاوضه، قعدت تصرخ وتزعق وتقول الشقه بتولع، والشقه كانت عاديه، احنا شايفينها عاديه بصراحه، يعني لو بتولع كنا هنلاحظ. كلمت الشيخ بسرعه، الشيخ جه قعد يقرا على القران، وانت قعدت تلوع على الارض وتصرخ، ترجع حاجات سودة، وتصوت وتتكلم بصوت غريب، مش صوتك خالص. واحنا اترعبنا بصراحة، حتى امك جريت، ما قدرتش تقعد، دخلت الأوضة بتاعتها وقفلت على نفسها الباب وقعدت تعيط. بس اهو يا عم اديك الحمد لله موجود اهو، والدنيا كويسة. وهو الحمد لله فعلا، يعني لاني بعدها بيومين كنت قررت ان انا ما بقاش يعني دكتور خلاص، مش عايز ابقى حاجة، انا عايز اعيش وخلاص. بس اهو مشيت الدنيا، والواحد نسي الموقف شوية، والدنيا بقت أحسن الحمد لله، والواحد بقى من أحسن الدكاترة في المستشفى اللي بيشتغل فيها يعني، الحمد لله. كده بقى قصة علاء خلصت. قصة علاء دي أنا اللي مألفها، مش قصة حقيقية خالص، وكنت عاوز بس منكم أي حد عنده قصة حقيقية برضو يبعتها لي، أي حد بيعرف يألف قصص برضو يبعتها لي، يكلمني كده ونشوف. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكلام ده كله، لأن الواحد برضو إيه بيتعب شويتين يعني في الحوار ده. فمع السلامة.